الفكرة كلها بس لو كام راجل جدع وكام بنت متربية ابتدوا يقولوا لأ للي بيحصل، قسما بالله هنقضي على فكرة المهرجانات، هنقضي على فكرة الناس اللي متنمرة، هنقضي على فكرة الأغاني الشعبي، هنقضي على الممثلين اللي سوقوا سمعتنا في كل حتة. عملتوا من المتنمرين محتوى، شوية ممثلين ملهمش لازمة على شوية عيال بتوع مهرجانات على شوية شباب وبنات ملهمش أي 30 لازمة. خلونا بقينا بنتعاير من اللي يسوى واللي ما يسواش. كل ده بسبب ان العيال اللي عندها 14 و15 و16 سنة هي اللي مسيطرة على السوشيال ميديا، وهي اللي بتقول صوتها وهي اللي بتقول رأيها، والاهالي الكبار اللي هم من فوق ال30 وانت طالع قاعدين بيتفرجوا بيقلبوا وخلاص، مالهمش رأي مالهمش كلمة. لو كل واحد في السوشيال ميديا قال لكل محتوى بيتعمل غلط ما كانش ده بقى حالنا. لو كل واحد عاقل وكبير قال لكل ممثل لا ما كانش ده بقى حالنا. لو كل ولد وبنت بتفرج على فيديو لواحد متنمر او واحدة متنمرة وما شجعش المحتوى بتاعه قال له لا ولغى متابعته ما كانش ده بقى حالنا. كفايه قرف بقى بجد، اقسم بالله العظيم بقينا بنتعاير من اللي يسوى واللي ما يسواش بسبب اللي مسيطرين على السوشيال ميديا. غير شويه العيال اللي مسيطرين بقى على اغاني الراب واغاني المهرجانات اللي هي كلها كلام تحريض وقرف وزفت، ودمروا ولادكم وشبابكم بكلامهم